السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باختصار، والله شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. سبحان الله. يعني أنا يعني غالب الناس يعني عرفوا أنني جيت هنا للطاليان، وأنني أنا ذكرت واحد السبب، يعني سبب من بين الأسباب اللي خلاني نجي هنا، نرجع عاوتاني هنا للطاليان. فسبحان الله، بعض الناس سبحان الله يا أخي يا أخي، كأن الله خلقهم لإيذاء الناس، كأن الله سبحانه وتعالى خلقهم باش يضروا الناس وباش يضروا عباد الله. الطامة الكبرى اشنا هي؟ أنني أنا ملي جيت هنا كنت كاري واحد المحل مخليه في المغرب، وخليت فيه واحد السيد صديق ديالي بحال الأخ ديالي، يعني قلت له أنت شوف خدم، أنا غنمشي للطاليان نشوف الأمور كي دايرة، وباش ما كان يعني غنقول لك شنو كاين. وناضوا شي ناس الله المستعان عليه التكلان. ناضوا شي ناس مشاو عند مول المحل اللي كاري ليا الحاج، مشاو عنده وقالوا لي هذاك السيد سفيان راه مشى ما يبقاش يرجع للمغرب، راه صافي غياخذ لك المحل، ودابا انت المحل خصك تاخذه، ودابا هو ما يبقاش يجي، ودابا خصك ضروري تاخذ محلك. ناض مول المحل مشى عند الدري اللي انا خليت، قال لي اعطيني محلي، وسفيان راه ما يبقاش يجي. السيد قال لي مسكين الحاج الله يهديك، راه سفيان راه هذاك الشيء اللي قال الفلوق، هذاك الشيء راه جزء من، اما هو راه مشى على اشياء اخرى، راه غيقاد اموره وغيرجع ان شاء الله، راه ما يمكن سفيان غيبقى تما في الطاليان. فسبحان الله قلبوا السيد هكذا، ودابا السيد لاصقني وقال لي يعطيني المحل، وانا ذاك المحل يعني يعني ما باغيش نفرط فيه، قلت لعل الله حتى الا ما جابش الله والو هنا بعد راه نرجع لمحالي، وما عارفينش انني انا راه جيت هنا باش نداوى. يا عباد الله، انا راه جيت هنا ضرني ظهري، جيت باش نداوى من ظهري. فانا ما بغيتش يعني قلت الا داويت وليت بخير ويسر لي الله سبحانه وتعالى بعض شي خديمه، نخدم واحد 6 شهور ولا 5 شهور، نجمع عاوتاني شويه الفلوس ونرجع. هذه هي النيه ديالي. لكن انا باش غنستقر هنا ديفينيتيفمون صعيب شويه، حيت خليت مرتي خليت ولدي، صعيب خصني باش نستقر هنا ديفينيتيفمون، خاصني نرتب بعض الامور. فالشاهد في الامر انهم مشاو عند السيد مول المحل وعمروه، ودابا السيد باغي محالو من هو دروينه هكذا. سبحان الله الانسان يا اخي. سبحان يعني الا ما كتذكروش حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يعني ما كيتذكروش يعني من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. يعني سبحان الله. يعني اترك صاحبي الاشياء اللي بعيده عليك، يعني اتركها. اش غتستافد انت الا مشيتي عند مول المحل وقلتي لي راه داك السيد وكذا وكذا وكذا، وخليتيه هيج شي مول المحل عليا؟ اش غتستافد؟ انا غنخلي المحل كاع واش انت اش غتستافد؟ غتشد المحل انت في بلاصتي، عارف ان الله سبحانه وتعالى غيرزقك بشي رزق في هذاك المحل، لعله يكون فاتحه سوء عليك. سبحان الله يا اخي، بنادم الله يهديه، الله يهديه يا اخي، والله الله يهديه يا اخي. من الاشياء يعني التي تحزن انك تجد ناس يعني اكلت معهم وشربت معهم وكانوا كيجوا عندك المحالك ويجلسوا معاك ويشربوا معاك ويهزوا همك ويصيفطوا لك في الميساجات: وخويا بقيتي فينا والله يسهل عليك. وتجدهم هم نفس الناس اللي كيمشيو وكيحفروا لك، نفس الناس اللي كيمشيو وكيقلبوا لك سبحان الله على الاضرار. فغنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والامر هين ان شاء الله. انا يا ما داز على هذا الراس من مشاكل، ويا ما داز على هذا الراس هذا من هم ومن غم. لكن باذن الرحمن يعني انا قوي ان شاء الله بالله سبحانه وتعالى. اما بنادم انا غسلت عليه اليدين، يا من الاقربين يا من يا من البعيدين. انا يعني وصلت لواحد القناعه على ان لن يقيمك، لن تقوم من حفرتك الا باذن الله وبك. خلاص، عمرك تدير اعتقادك في شي انسان انه سيكون لك مصدر قوه دائما. والله يا اخوان، انا عندي دابا 35 سنه، وممكن شحال من واحد يقول باقي صغير اش دوزتي. لا دوزت. انا خدمت ولد 15 سنه في الكرفي وضربت التماره وعارف بحق الوقت. ونتيجه من بعد هاد المده كامله وهاد الازمات اللي انا عانيت بهم، ولله الحمد ولله الشكر، اكتشفت على ان ما عمرك تجعل الانسان مصدر قوه لك. ما عمرك تجعل شي انسان مصدر قوه لك، ولو اصدقائك ولو زوجتك ولو اخوانك ولو شي حاجه. كون متاكد ان لن يقيمك، لن 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 لن, لن يجعلك، يعني الشيء الذي يجعلك اقوى في هذه الدنيا انت نفسك.
أنت نفسك بعد الله سبحانه وتعالى، فكن قويا بنفسك ولا تكن قويا بغيرك. والله ولا تتكل على بشر على جنس من البشر كيفما كان نوعه، فوالله لا يريد لك الخير إلا أنت نفسك. ما كاينش شي واحد غير يبغي لك الخير إلا أنت نفسك، حتى أقرب الأقربين. والله هاد الأزمة يا إخوان، أنا والله هاد الأزمة بينت لي شي ناس اللي والله كنت أحسبهم ملائكة، والله بينوا لي شي ناس كنت أحسبهم إذا كنت كنقول إلى طحت غيهزوني بسنانهم وغيحطوني فوق راسهم. بينوا لي ناس اللي كنت دايرهم، اش غنقول لك، كنت دايرهم هذيك الورقة اللي كتكون مخبيها وكتقول غنجبدها ملي غنتحز. لكن للاسف كل شيء تخلى عليك، كل شيء اصحاب مصالح، وكل شيء الانانيه، وكل واحد عرف الناس اللي كانوا كيغوتوا. شحال من واحد من هذاك الفيديو اللي انا لحت ديال انا ما بقى عندي والو، انا صافي درت فايت، شحال من واحد مابقاش كيتواصل معايا مع انه اقرب الاقربين، كنت عزيز عليه وكان كيغوت ليا وكان لكن ملي عرف سفيان ما بقى عنده والو وسفيان دار فايت، خلاص قل الكلام. لكن سبحان الله، لكل جواد كبوة. حنا الحمد لله طحنا، بقينا طيحين ما عندناش مشكل، هذا امر الله سبحانه وتعالى، وحنا اعتقادنا في رب العالمين لن يخيب ان شاء الله، لن يخيب، حتى وتمشي الصحه وتمشي الفلوس وتمشي كل شيء. لكن والله كنطلبوا الله سبحانه وتعالى ان يبقينا يعني في ايماننا، وان يبقي لنا ديننا، وان لا يقبض روحنا اليه الا وهو راض عنا. اما الدنيا فهي اما ان اتتك راضيه فمرحبا بها، وان لم تاتيك راضيه فيعني ما السبيل اليها، لان الدنيا بيد رب العالمين. نحن نأخذ بالأسباب، ويعني نحاول أن نكون يعني حريصين على أن نعيش عيشة مزيانة، ونعيش عيشة يعني هنية، وأن نلبس مزيان ونأكل مزيان. لكن إذا انعدمت الأسباب والله لا توفيق إلا برب العالمين. فغنقول لهذوك الناس اللي باقين كيحاربونا لحد الآن، غنقول لهم جزاكم الله خيرا لشيء واحد فقط، انكم اعطيتوني درس اخر انا كنتعلم فيه على ان ما تثق حتى في شي واحد، وما تعطي خبارك حتى شي واحد، وما عمر شي واحد يغرك ويقول لك حقا راك عزيز عليا وراني كنبغيك وراك بقيتي فيا. لا، الكلام كلنا نتكلم، لكن كما قال القائل: أرني ولا تقل لي. وريني الافعال ديالك وريني الحب ديالك بالافعال ديالك، ما تورينيش الحب ديالك بالميساجات ديالك وبالكلام ديالك. لانني فعلا يعني طحت، والحمد لله، ويعني كل شيء كيجبد، كل شيء يسنه سكينه حتى ياخذ من الوليمه جزءا. وانا غنقول الامر بيد الله من بعد ومن قبل. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.